مرحبا بكم في قناة هل تعلم الرياضية؟ لاعبو برشلونة أبدوا مخاوفهم من حالة زميلهم النفسية. كشف تقرير إذاعي اليوم الأحد عن مفاجأة مدوية بشأن أزمة اللاعب الأوروجوياني رونالدو أراوخو في برشلونة. وتراجع مستوى أراوخو بشكل واضح في الآونة الأخيرة، وارتكب أخطاء كارثية كان آخرها في مباراة تشيلسي بدوري الأبطال، والتي خسرها البارسا بنتيجة 3-0. ومنذ تلك الليلة التي طرد فيها أراوخو، غاب عن المشاركة تماما مع الفريق، حيث مر اللاعب بأزمة نفسية قوية، وطلب الحصول على إجازة. وبحسب تقارير على إذاعة راديو كاتالونيا، بادر العديد من لاعبي الفريق إلى التعبير عن مخاوفهم بشأن صحة أراوخو النفسية. وقبل الإعلان عن إجازة أراوخو المفتوحة بسبب مشاكل نفسية، كانت المخاوف بشأنه تتصاعد منذ أيام داخل الفريق. وكان طرد مدافع برشلونة في مباراة تشيلسي وما تلاه من ضجة بمثابة الشرارة، لكن الأمر كان يظهر على اللاعب لأسابيع. ووفقا للتقرير، دفع هذا القلق العديد من اللاعبين إلى التعبير عن مخاوفهم للمدرب هانز فليك، وفي حديثهم مع المدير الفني، والذي يقال إن الأمر بدأ مع مجموعة صغيرة ثم توسع تدريجيا، عرضوا دعمهم للفريق لتعويض غياب أراوخو، وطالبوه بالتدخل في ظل مخاوفهم من الحالة النفسية للاعب البارسا. كانت رسالة فليك واضحة في هذا الشأن: أفضل طريقة لمساعدة أراوخو هي المنافسة بقوة والفوز، موجها له رسالة مفادها أنه يستطيع التعافي دون تسرع. شارك لاعبون مثل جوليس كوندي وفرينكي دي يونغ وكريستنسن في هذا الاجتماع مع المدرب، وتردد أن بعضهم مثل كوندي وفرينكي عرضوا خدماتهم كقلبي دفاع إذا احتاج إليهم. وكان رد فليك إيجابيا للغاية، حيث طمأن الفريق بتأكيده على أن إحدى أهم مزايا المجموعة هي تنوعها. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، ومن فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة.